هذا هو الجنرال عبد الفتاح الوراق من مواليد 1955 في مدينة بن حمد، وهو خريج الأكاديمية الملكية العسكرية فرقة الموشاة سنة 1976. بدا المسار العسكري ديالو كقائد السلاح الدعم، وهو الشيء اللي خلاه يكتسب خبرة كبيرة من خلال المواجهة على الأرض مع البوليزاريو بين 1976 و 1986. من بعد 11 عام في المنطقة العمليات تعين الوراق في الفرقة النخبة، وساهم في التكوين ديال فرقة القوات الخاصة قبل ما يمشي للمكتب الثالث في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية مكلف بالتشغيل والتكوين. في 18 يناير 2017 عينوا الملك محمد السادس مفتش عام للقوات المسلحة الملكية في بلاصة الجنرال بوشعيب عروب، وفي 31 يوليو 2017 ترقى لرتبة جنرال دو كور دارمي.